يلا بينا بمناسبة دخول المدارس بقى ندلع ولادنا ونعمل لهم حاجات من اللي بيحبوها وبنشتريها بالغالي من بره. ونزودها لهم في القيمة الغذائية طبعا علشان تديهم طاقة عشان المدرسة وفي الشتاء برضو تديهم طاقة وتدفيهم. قررنا ان نعمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات والحلاوة الطحينية بالشوكولاتة. الحلاوة الطحينية بالمكسرات جميلة جدا ونكهتها جميلة. زي ما احنا شايفين كده بيضة وجميلة والمكسرات فوقيها ومنظرها ولا أروع من كده. ناعمة جدا وسهلة في التقطيع بتاعها. بتتفرد بكل سهولة. الولاد هيحبوها جدا اكتر من بتاعه بره. حبينا ان احنا ندلعهم شويه ونعمل لهم حاجه قيمه غذائيه فيها عاليه ونحط لهم فيها اللبن البودره. دي مختلفه خالص عن المقادير والطريقه عن الحلاوه الطحينيه اللي انا كنت عملتها قبل كده بتاعه المصانع من حوالي 10 ايام او اسبوعين. التانية كانت ب2 مكون بس وبتاخد وقت اطول شويه ومجهود اكتر شويه. دي ب3 مكونات. هي مكلفة بس مش التكلفة اللي هي العالية قوي، لا يعني وسط، يعني تكلفة وسط. هو في اللبن البودرة وطبعا الطحينة احنا البيوت معظمها يعني فيها طحينة، بس هو اللبن البودرة اللي هو زيادة فيها، فدي بيديها قيمة غذائية أعلى. فقررنا إن احنا نعمل للولاد ونعمل لهم برضو بالشوكولاتة عشان بيحبوها. بس نصيحة مني لو عملتوا الكمية دي اقسموها نصين واعملوا نص بالشوكولاتة والنص بالمكسرات أو ساعة أو سادة على حسب الرغبة، لأن طلعت بالشوكولاتة جميلة جدا، طعم وريحة وملمس جميلة جدا كأنها معمولة بالنوتيلا بالظبط أو بشوكولاتة سبريت، فجميلة جدا. فيلا نروح ونشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. وزي ما تعودنا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحتاج للحلاوة الطحينية بتاعتنا نحط اللبن البودرة كوباية ونص اللبن البودرة كده، وعليهم كوباية ونص السكر البودرة، وهنحط كوباية ونص الطحينة عليهم كده. انا حطيت كل المكونات على بعض في بولة تكون واسعة شوية عشان تاخدي راحتك في ان انت تمزجيهم مع بعض. بعد كده هنبدأ ان احنا هنمزجهم بايدينا لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض ونوصل للقوام اللي احنا عايزينه المطلوب. نبدأ كمان نحط نقطتين الفانيليا، سواء عندك فانيليا سايلة او فانيليا باودر، وما تكتريش في البودر لانها لو كترت زيادة عن اللزوم بتعمل مرارة. فهنا بس هنحط بس نقطتين 3 كده، تدي بس ريحة بسيطة كده حلوة. وممكن يعني لو منتي مش عايزة بتستغني عنها عادي. فاحنا نبدأ بنقلب في المكونات كده ونمزجها ببعض لغاية ما نوصل للقوام زي ما قلنا اللي احنا عايزينه. وهنعرف ازاي هنوصل له. زي ما احنا شايفين كده بقت عاملة زي الرمل المبلول كده، وشايفين لونها فاتح وجميل ازاي. بنعرف ازاي بقى ان هي خلاص على كده، ان احنا بنجيب حبة كده وبنتك عليهم بين ايدينا كده جامد قوي. بعد كده بتتشكل اهيت، بعد كده بتقدري ان انتي تفكيها وتكسريها كده. احنا وصلنا للقوام المطلوب. هبدأ ان انا اجهز بقى العلب او العلبة اللي انا هعبي فيها الحلاوة. فأنا جبت علبة حلاوة. فأنا عايزة أعملها بالمكسرات. انتي لو عايزة تحطيها سادة عادي حطيها. أنا عندي الفستق الكذاب، فأنا فرشته كيس نايلون في قلب العلبة، وحطيت في الأرضية بتاعتها حبة منه. وهحط بقى على قد ما العلبة تاخد هعبيها كده، افردها كده، وبعدين هنبدأ بقى نضغطها بأي حاجة تقيلة. أهم حاجة عشان تطلع لنا مظبوطة ومتماسكة الضغط بتاعها، ان احنا نضغطها كده. خلاص وهنشوف بقى هنعمل بالباقي ايه. هجيب اي كوباية عندي وابدأ اضغطها كده زي ما احنا شايفين.
احنا شايفين كده انا ضغطتها على قد ما اقدر بكل قوتي بالكوبايه، لان الضغط دوت يعني المفروض يبقى بنعمله عشان ما تعملش الفراغات اللي بتبقى موجوده. لان انا لو شفتوا الفيديو بتاعي الحلاوه التاني، انا ما ضغطتش قوي ساعتها، فلما قلبتها كان فيها كام فراغ كده. فانا المره دي اهو باقصى قوه عندي انا ضغطتها اهو كده. كده احنا خلصناها. هنبدأ ان احنا نغطيها بالكيس النايلون كده، ونغطيها بالغطا بتاع العلبة، ونحطها في التلاجة بقى تقعد لها ساعتين 3. اي يعني هنشوف على حسب ما هتتمسك، كل ما قعدت اكتر كل ما ادتنا نتيجة احسن. فكده انا خلصتها، هحطها في التلاجة، وبعد ما تبقى جاهزة هنشوفها ونقلبها مع بعض. انا الحبة اللي فضلوا قسمتهم نصين كده، هم حبة صغيرين بس قلت نجرب مع بعض كده. حطيت حوالي يعني نص معلقة صغيرة كاكاو خام بس يكون نوع كويس على نصها، والنص التاني خليته أبيض زي ما هو. وهحاول بقى أمكس بينهم هما الاتنين في العلبة الصغيرة دي ونشوفها مع بعض. هنحط من تحت من هنا في الأرضية الأبيض كده. هنحاول إن احنا يعني ايه نوزعه كده ونعمل فراغات، ونحط مثلا في الفراغات دي حبة من اللي هي بالشوكولاتة. تمام كده. هنبدأ نعمل كده لغاية ما نخلص. هكملها وارجع لكم تاني نشوف. انا كده حطيت المقدار اللي فاضل كله اهوت في العلبة الصغننة ديت، وحطيت بطريقة عشوائية الباقي من الحلاوة زي ما احنا شفنا. وهبدأ برضو اضغطها زي العلبة الكبيرة واحطها برضو معاها في التلاجة لغاية ان شاء الله ما تتماسك ونقدر ان احنا نقلبها مع بعض. اهو بدأنا اهوت برضو نضغطها بالكوباية برضو ضغطة كويسة كده. بعد مرور 4 ساعات على الحلاوة في التلاجة بدأنا ان احنا نطلعها وهنقلبها سوا مع بعض. هنفتحها ونسمي الله كده. دي كده اللي هي بالمكسرات اللي في العلبة المستطيلة بتاعة الحلاوة زي ما احنا شايفين كده المنظر بتاعها. وهنقلب التانية وبعدين نقطعهم سوا مع بعض هما الاتنين زي ما احنا شايفين. نتيجة ولا اروع من كده. اهي الحلاوة جميلة قدامنا اهي بتتكلم عن نفسها. البياض بتاعها وال يعني التماسك بتاعها عامل ازاي. هنقطعها مع بعض بس بعد ما نقلب اللي هي ام شوكولاتة مع بعض برضو. قلبنا ام الشوكولاته مع بعض وزي ما اتفقنا هي مش هتطلع سميكه او عاليه، هتطلع رفيعه او رقيقه، لان احنا قلنا ان كانوا الحبه دول اللي فاضلين كانوا كميه صغيره وحبينا بس نعملهم كتجربه. وهنقطعها برضو مع بعض ونشوف الاتنين. نبدا نقطعها مع بعض نسمي الله. زي ما احنا شايفين كده قطعت بكل سهوله. بسم الله. بجد ولا اروع من كده. شايفين جميلة جدا. نقطع كمان خرطة. بسم الله. بكل سهولة. شايفين انا حطيت قطعة كده في طبق صغير عشان نشوف النعومية بتاعتها. شايفين ناعمة ازاي. شايفين جميلة ازاي وسهلة في الفرد. انا للأسف ما عنديش بس عيش شامي او عيش فينو عشان كنا جربنا عملنا ساندوتش، بس هي باينة اهي تتكلم عن نفسها. جميلة اللي هي الشوكولاتة مع بعض برضو. بسم الله. شايفين تتقطع بمنتهى السهولة. شايفين مع بعض. شايفين القطعة انا قطعتها 4 مثلثات كده صغيرة زي ما اتفقنا ان هي
كان يعني البواقي منها حبة صغيرة، فعملناهم عشان نجربهم مع بعض. شايفين متماسكة ازاي؟ شايفين منظر الكاكاو الشوكولاتة فيها؟ والله طعمها تحفة، طعمها تحفة جدا. والكاكاو كأنك حاطة شوكولاتة اسبريد او نوتيلا او بديل النوتيلا او الحاجات دي. جميلة جدا. وبرده طبعا نفس طبعا المقادير، ونفس الملمس بتاعها، ونفس النعومية، ونفس برضو بتتفرد برضو زي ما احنا شايفين كده. وطعمها وريحتها جميلة جدا. محدش يقول اللي انت عاملاها بكاكاو، كله هيعتقد اللي انت عاملاها بالشوكولاتة. فقدامنا هم الاتنين. جربنا ام كاكاو وعملنا ام مكسرات، والنتيجة كانت ولا اروع من كده. قدامنا اهو، جميلة جدا زي ما احنا شايفين كده، وناعمة جدا، وطعمها جميل جدا. وطبعا القيمة بتاعتها عالية جدا عشان خاطر اللبن البودرة والطحينة. وما خدتش مننا وقت زي بتاعة المصانع. بتاعة المصانع دي للتوفير، لو حد ما فيش في إمكانياته اللبن البودرة والحاجات دي بيعملها زي بتاعة المصانع. فاحنا حبينا بقى ندلع ولادنا شوية، فقلنا نعملها بالطريقة السهلة دي، بالثلاث مكونات اللي احنا عملناهم دي: اللبن البودرة والسكر البودرة والطحينة. فيا ريت تجربوها، ولو جربتوها عجبتكم ما تنسونيش في كومنت حلو، واللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة. وأشوفكم في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.